لكل قاتل إلى دافع خاص لارتكاب جريمته، سواء كان الهدف منه هو الحقد أو الانتقام أو أي سبب آخر. ولكن من الغريب أن يقتل المجرم شخص فقط حتى يتمكن من تذوق لحمه، وهذا الشيء اللي سواه الياباني إيسي ساغاوا، آكل لحوم البشر. قصتنا هذا اليوم. ولد ساغاوا لأبوين ثريين في مدينة كوبا في محافظة هيغو في اليابان، وبحسب من ذكر انولد قبل موعد ولادته، وكان حجمه كلش صغير، وأصيب بعد ولادته بالتهاب الأمعاء الدقيقة وتعالج منها بعد عدة أبر من مصل فيزيولوجي وهو مكون من البوتاسيوم والكالسيوم. كانت تجربة ساغاوا الأولى برغبته بأكل لحوم البشر بالسنة الأولى من المرحلة الابتدائية، وبعد ما صار عمره 23 سنة لاحق امرأة طويلة من الجنسية الألمانية، وبعد ما دخلت منزلها اقتحم منزلها بعد ما لقاها نايمة، وكانت رغبته منها أكل لحمها عن طريق تمزيقه والهروب بقطع منه. بس اللي صار استيقظت الألمانية وشافته ودفعته وهربت من المنزل، وأثناء هروبها شافتها الشرطة وقالت لهم على اللي صار وياها، وقدرت الشرطة تقبض عليه واتهمته بمحاولة الاغتصاب. وطبعا ما قال لهم بنيته الحقيقية وراء هذا الاقتحام. وفي عام 1977 هاجر ساغاوا إلى باريس وعمره كان 28 سنة من أجل التحضير للدكتوراه بالأدب في جامعة السوربون. وصرح ساغاوا أثناء إقامتي بباريس وبكل ليلة تقريبا أجيب بنية من المومس أو بائعات الهواء للمنزل وأحاول أطلق النار عليه، بس لسبب ما أصابعي تتجمد وما أقدر أسحب الزناد. وبيوم 11 يونيو من سنة 1981 دعا ساغاوا زميلته رينيه بالجامعة للعشاء بمنزله، وكان عمر ساغاوا بعمر 32 سنة، والحجة مالته تساعده بترجمة الشعر اللي كان مكلف به من قبل الجامعة، وهو بالأساس كان مخطط لقتلها وأكل لحمها، واختارها لأن كانت صحتها زينة وجميلة، وهاي الصفتين اللي كان يعتقد ساغاوا أنه يفتقر إلها، لأن كان يصف نفسه بالضعيف والقبيح والقصير. وبعد ما وصلت المنزلة بدأت بقراءة القصائد الشعرية على الطاولة، وفاجأها ساغاوا من الخلف واطلق عليها رصاصة في الرقبة باستخدام بندقية، وقال ساغاوا أنه أغمي علي جراء الصدمة اللي تعرضت إليه بعد ما أطلقت عليها الرصاصة. وبعد ما رجع لوعيه حس باللي سواه وكمل خطته وحاول يقضم جلدها، بس ما قدر، تركها وغادر منزله حتى يشتري سكين خاص بالجزارة أو القصابة. ولمدة يومين أكل ساغاوا قطع مختلفة من جسد رينيه وحفظ باقي الأجزاء بالبراد، وبعد مدة حاول يرمي بقايا جثتها في بحيرة في غابة بولونيا، بس شاهدوه أشخاص وهو يحاول يرميها واتصلوا بالشرطة. قبضت عليه الشرطة الفرنسية، ومن قبضت عليه كان يحمل حقيبتين وكانت تحتوي على قطع من جسد رينيه. وبعد ما تم حجزه كلف والد ساغاوا الثري محامي حتى يترافع عنه، وبعد ما انسجن لمدة عامين بدون محاكمة حكم عليه بأنه مجنون وغير مؤهل للمحاكمة طبقا لرأي القاضي الفرنسي جان لويس، وأمر أن يوضع في مصحة عقلية لأجل غير مسمى. بعدها تم تسليمه لليابان من قبل فرنسا، وأيضا تم وضعه بمصحة عقلية. ما قدرت السلطات اليابانية تثبت أي تهمة عليه بدون الأوراق الجنائية، لأن فرنسا ما سلمتهم أي أوراق تخصه لأنها أسقطت عنه جميع التهم. لذلك يبقى بمصحة الأمراض العقلية لمدة 15 شهر. بعدها طلع حر طليق عام 1986، وهو هذا القرار اللي أثار وما زال يثير الجدل، خصوصا أنه ساغاوا ما بين ندمه عن أفعاله، وإنما صار العكس، تحول لنجم مشهور واستضافته عدة قنوات تلفزيونية، بالإضافة إلى نشر عدة كتب عن تفاصيل جريمته. وكان يقول أتمنى آكل لحوم البشر، بس هالمرة حاب أجرب لحم الياباني. وفي 24 من نوفمبر سنة 2022 توفي ساغاوا في طوكيو اليابان نتيجة إصابته بالتهاب رئوي، وأقيمت جنازة له بحضور أقاربه فقط من دون تنظيم مراسيم رسمية. ولهنا انطوت قصة من قصص آكلي لحوم البشر. أتمنى عجبتكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ونقول لكم دمتم في أمان الله وإلى لقاء قريب.